في حاجات النهارده في لعيبه راحت نادي الزمالك من 3 ل 4 لعيبه، وده هيبقى مفاجاه، والناس هتبتدي من خلال برنامجنا تتحرك في الاتجاه ده كالعاده. عقود اللعيبه دي مع النادي الاهلي ماضيه للنادي الاهلي بالفعل. فلو الناس تواطئت في موضوع احمد الشيخ بمنتهى الصراحه اهو بقولها لك، ووقفوا احمد الشيخ، النادي الاهلي هيتحرك، هيوقف اللعيبه اللي شفنا نفس القصه السنه اللي فاتت، اللي فيه لعيبه ماضيه للنادي الاهلي بالفعل. بص يا كابتن شادي، انا ما اتمناش كده. انا لعيب كوره وانت لعيب كوره، واحنا نفسنا كل اللعيبه تلعب. يعني هي الفكره برضو تاني، ما هو نفس الكلام بالظبط. انت لو ركزت في حاجتك انت، لو ركزت في فريقك انت، لو ركزت في شغلك انت، هتبقى حاجه كويسه جدا. وبالعكس ده انت الناس كلها هتقدرك. في لعيبه راحت نادي الزمالك معاكم العقود بتاعتها؟ طبعا كام واحد؟ لا مش يعني يعني لا قول لي كام واحد. لا يعني حوالي 3 4 تقريبا، وممكن يكون اكتر كمان. بس هي الفكره في ايه برضه يا كابتن شادي، احنا مش عايزين نمشي بالكوره، نعدي بالكوره لحاجات احسن من كده. احنا مش عايزين ندخل زي ما حضرتك قلت، مش عايزين ندخل في مهاترات. انا ممكن يبقى معايا مثلا امضى اللاعب مثلا، وانا في الاخر القايمه عندي قفلت وهو لعيب كويس. خد بالك كل الصفقات اللي عملها النادي الاهلي، النادي الزمالك، النادي الاسماعيلي، النادي كلها صفقات رائعه، والنادي المقاولين، احنا نحترم كل الصفقات وربنا